ليه تشتريه بالغالي لما بالميه ممكن تعمليه وكمان بدون فرن؟ والله ما في اسهل من كده. هو في جمال بعد كده. يلا تشوفي الطريقه اللي بشويه ميه وشويه دقيق وكمان على البوتاجاز وبدون فرن، وهيطلع معاكي منفوخ من اول واحد لاخر واحد. ده الرغيف الواحد بجنيه. طب ليه؟ ده انا عملت 30 رغيف ومن نص دقيقه بس. تعالي اقولك على السر فين بدون ما تخمري ولا تعجني ولا تتعبي في نفسك خالص. اول حاجه انا جبت بوله نزلت فيها بنص كوبايه من الميه، معلقتين اتنين من السكر وكمان معلقتين من الدقيق، وقلبت كل ده مع بعضه كويس. بعد كده بقى جبت معلقه كبيره من الخميره او كيس خميره وقلبتهم مع بعض. وكده بقى انا شغلت الخميره بتاعتي. هحتاج لنص كيلو من الدقيق اللي هو 3 كوبايات ونص، نخلتهم كده. وبعدين هضيف بقى معلقه صغيره من البيكنج باودر وكمان ذره ملح. بعد كده هحتاج لثلاث 3 معالق بالعدد من الزيت، اي زيت موجود عندك. وبعدين بسيت الزيت مع الدقيق كويس، ودي خطوه مهمه جدا. بعد كده بقى هبدا ان انا اجيب الخليط بتاع الميه والدقيق والخميره ونعجن العجينه بتاعتنا ونلم. طبعا هي احتاجت معايا كمان حوالي كوبايه الا ربع من الميه، يعني مجموع السوائل كانت كوبايه وربع. بس زي ما انتم شايفين بضيف الميه معلقه معلقه، عشان الدقيق اللي انا مستخدماه ده دقيق عادي خالص ملوش اي ماركه. بس لما بتضيفي معلقه معلقه وتعجني العجينه بتاعتك بتربي عرق وتطلع معاكي زي الملبن بالظبط، وتبصي تلاقيها في دقايق كده اتعجنت معاكي كويس. دقيقتين اتنين وكانت العجينه معايا مفيش احسن من كده. هغطيها وفي ربع ساعه بالظبط كانت العجينه اختمرت. ليه؟ لان انا مشغله الخميره اصلا قبل ما اضيفها. دي بتفرق معاكي كتير جدا وتحسن كمان من الخمر بتاعك. وبعد كده بقى العجينه بتاعتي دي انا قسمتها الله اكبر كده على 30 رغيف. حجم العجينه كانت حوالي 40 جرام بالظبط. بعد ما قسمتهم بقى سبتهم يرتاحوا دقيقه واحده، وبدات ان انا اخد من اول واحده قسمتها وافرد فيها. انا كنت هنا بفرد بسمك نص ملي بالظبط يا بنات، ما تزوديش عن كده، لان انا لسه هسيب العيش بتاعي ده يرتاح لتاني مره وكمان بيرتفع معايا كمان. بعد ما خلصت كل الكميه بقى يلا بينا على التسويه. زي ما اتفقنا بدون فرن، يعني في الطاسه بسخن الطاسه بنزل بيه الارغفه بتاعتي. طبعا بتبداي ان انت تسوي بالله اول حاجه انت فردتيها، وزي ما قلت لكم سبتهم نص ساعه يختمروا لتاني مره. ببدا بقى ان انا اقلب كل 20 ثانيه بالظبط، بقلب الرغيف لغايه ما يبدا يتنفخ معايا بالشكل ده. اوعي تسيبيه على ناحيه واحده، لا لا، قلبي قلبي هتبصي تلاقيه منفوخ معاكي. انا والله الله اكبر مفيش رغيف معايا كله اتنفخ. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. مفيش احسن من كده، ولا ريحته يا بنات تحفه. قال ايه بيضحكوا علينا في المحلات ويقولوا ده معمول بحليب وسمنه، والله بميه ودقيق واحسن من الجاهز 100 مره. انا عاوزاكم بس كلكم تقوموا دلوقتي حالا تجربوه. هو ده بقى عيش السحور. مفيش اجمل من كده وفي احسن من كده ولا اطعم من كده. جربوه بميه ودقيق و3 معالق زيت بالعدد، هيطلع معاكي تحفه وكمان بدون فرن.